القاروص المشوي زيت وليمون على الجريلا، والجمبري البلدي الحجم الكبير جنب منه الجمبري الوسط، دينستين معمولين برضه زيت وليمون. كل ده متنضف بطنه كده، والجمبري برضه متفتح ظهره ومتشال منه عرق الرمل. يبقى القاروص هنا قشرناه، شرحناه بالطول، الزعانف والديل موجوده زي ما هي. بص كده على بطن القاروص وبطن الدنيس. بعد ما فتحت السمك وشلت بطنه وغسلتها بالفرشه تحت الحنفيه واتنضفت بشكل كامل اهو. شايف النظافه عامله ازاي؟ بيكون في فرشه مخصوص للاسماك بنغسل بيها السمك وتنضفه يطلع حلو كده. تمام. طيب حشو الدنيس والقاروص ايه يا عم رضا؟ يعني التتبيله من الاخر. هتحط جواه الكرفس، الخضره شبت وبقدونس وكزبره، فلفل الوان، فلفل حامي واحمر او اخضر ماشي، ملح وكمون وشطه وكزبره وشويه زيت. تمام كده. اما الجمبري انا سويته من غير تتبيله، هرشها في الاخر مع بعضها كده مطبوخه. تعالى كده نقلب الجمبري. يلا نقول الحكايه حلوه، نبتديها بذكر الله وصلى على الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، واللايك الحلو بتاع حضراتكم وتعليقاتكم الجميله، واهم حاجه نشارك الفيديو للغير، خلوا الناس كلها تستفيد. يلا نروح للقاروص بعد ما سيبناه حوالي 12 13 دقيقه نقلبه. شايف المشهد ده؟ قرب كده قرب اهو، ركز معايا وتخيل معايا اللون. الله، هو ده اللون المطلوب يا جماعه. شايف؟ طب اللي خلاها مظبوطه كده ايه؟ رغم ان السمكيه عامله كيلو 300 او كيلو 100، ايه السر؟ السر في ان النار تكون مظبوطه تحت الجريلا. الله، ايوه، النار. ظبط النار بتاعتك، لا تبقى عاليه قوي ولا واطيه قوي، وهو ده السر اللي يخلي السمك يطلع ما يتهريش، ما يتحرقش من حضرتك، ويستوي بشكل كويس وفي وقت ايه؟ قليل. نروح بقى للجمبري وهنتكلم مع بعض. يعني ايه الصوص ده يا عم رضا؟ شويه ليمون اهو، وشويه ميه صغيرين، وملح وكمون وفلفل اسمر بسيط، ده في الاول. وبعد كده رحنا جبنا مستردة اهي، وسخنا كده شويه زبده بشويه توم حمرناهم، حطينا المستردة، عصير البرتقال، عصير الليمون، وملحناها برضه ملح وكمون وفلفل اسمر، وحطينا الصوص بتاع الايه؟ الجمبري. رغم ان الجمبري مش موضوعنا، بس لازم اقول كل حاجه لحبايبي اللي بتابعوني. تعالوا بقى على القاروص، نفس درجه اللون. هنروح برضه اهي، ديت شكل دي بالظبط، نسيفه على سيفه بالظبط كده بسناده، هنسند السمك ونسيبه. يبقى 12 دقيقة على الجنب الأولاني، 12 دقيقة على الجنب التاني، وهنسيبه لما يكمل سواه على إيه؟ على سيفه بالشكل ده كده. القاروص والدنيس ما بيحبش الخلطبيطة الكتير، يعني الخلطة والتكلفة. أحلى حاجة له هي الكرفس والخضرة، الفلفل الرومي والثوم، شوية شطة وكمون وكزبرة، والليمون بيبقى حلو قوي. تمام كده. فاكرين لما عملناه زيت وليمون مقفول في صينيه بالخلطه كده وسويتها قدام حضراتكم، والفيديو اتكلمنا فيه وقلنا ان شاء الله هنقدم طرق متعدده للقاروص؟ النهارده بقدمها لكم اهو، زيت وليمون على الجريلا. ان شاء الله هنقدمه سنجاري، وهنقدمه صواني، مقلي، جزل، صياديه، بالبطاطس. القاروص لسه الحكايه بتاعته ايه جايه، ما انتهتش. تمام. الحكايه بتاعت القاروص لها 1000 باب. شايف المنظر؟ بص كده، هو استوى معايا. تعال هوري لك المشهد الحلو قوي اللي بتحبه. بص اهو، قرب قرب كده. شايف المشهد من على بعد عامل ازاي؟ ده الدنيس استوى بشكل كامل، وبيستوي الاول عشان هو حجمه صغير. وهروح احط بقى الزيت والليمون بتاعي، عباره عن ايه؟ فلفل الوان اهو، شويه زيت، ملح وكمون وفلفل اسمر وليمون. تمام كده. وتوم. ده الصوص بتاع الايه؟ الزيت والليمون. بص بقى المشهد، استوى السمك اهو. تعالى تاني كده. الله، استوى السمك بشكل كامل. نحط صوص الزيت والليمون على الايه؟ على الدنيس وعلى القاروص. كده الدنيس استوى بشكل كامل. اجرنش الطبق واحط صوص الزيت والليمون بتاعنا برضه على القاروص اهو. ابسط صوص، زيت وليمون وملح وكمون وفلفل اسمر وفلفل الالوان والثوم. سهله كده العمليه. وتحط شويه زيت برضه مع الايه؟ مع الصوص. كده القاروص زيت وليمون على الجريلا، درجه السوا بتاعته ممتازه، الوقت قليل، الطعم خيال، تحفه. الله، جميل قوي. اشتركوا معايا في القناه، فعلوا الجرس للكل، واستنوا الافضل من حبيبكم في الله الشيف رضا شعبان فوده. سلام عليكم.